ملوخية على برفان، خلوها خلي خالص، توهان على توهان، كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان، ده كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان، وسمير وسمير حوارات كتير، وكل يوم حكايات جديدة، ومراته في العباسية بتقول له أنا مستنية، فتحت له جناب سمته ملوخية، وزعلوا في البلالة ساعة وساعة لا، حبيب وحبيب احتاروا مين فيهم يختاروا، حمدان والجيران عصافير وقالهم طاروا، الجيران بتقول حرام عليك والله يهديكوا، كل العمارة بتدعي عليكوا، اهدوا بقى وهدوها شوية، روقوا بقى وخلوها عليا، ده ساعة رضا عمر ايديا، كان اخر جنان ملوخية على برفان، جيران اخر جنان ملوخية على برفان، خلوها خلي خالص، توهان على توهان، كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان، ده كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. انا مش عارف انا اللي شغال عندهم ولا هم اللي شغالين عندي. سفالح بيجي متاخر وكل يوم يجي متاخر، هفتح انا كل يوم. استغفر الله العظيم يا رب. صباح الخير يا عم حمدان. صباح الفل يا اختي انت وهي. ايه انتوا ساكنين مع بعض ولا ايه؟ لا هي في المهندسين وانا في المعادي. انت في المهندسين وهي في المعادي وبتتقابلوا كل يوم كده؟ بنتقابل في المترو. طب وليه يا اختي ما تتقابليش هنا في المكتب؟ دي كلها نص ساعة مش كتير يعني. نص ساعة؟ والله دي فعلا نص ساعة، ولما اجي اقبضكم اخر الشهر وتلاقوا القبض ناقص 10 جنيه بيبقى حلو، بتعملوا لي مناحة. هو فين سبتاح دوت هو كمان؟ انا جيت، بص جيت على السيره، سبحان الله. انا جيت نورت البيت، سبحان الله. الحمد لله على السلامه. صباح الفل يا باشا، ايه النور ده ما شاء الله، اشراقه يوم جديد مع حمدان باشا استاذنا حبيبي يا استاذ حمدان، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا عم فادي حبيبي. ايه يا عم فادي؟ مع مين؟ انت شغال معايا ولا انا اللي شغال معايا؟ عادي، انت المدير بتاعنا وانت استاذنا وانت الخير والبركه، ماشي عادي يعني، عشان جيت فتحت النهارده. ايه يعني؟ انت تفتح انا افتح، ربنا يفتحها علينا كلنا يا اخي، ما فيهاش حاجه ولا حاجه، عادي يعني، عادي. ماشي يا عم فادي. الله يخليك. ايه رايك بقى ان انتوا كل واحد مخصوم منه يومين؟ ده ظلم بقى وحياة النبي، احنا نفسي اشتغلنا، يلا يا ولد. ده ظلم، ده افتراء. ايوه ظلم، ايوه هو ظلم. حرام عليك يا ظالم. يلا كل واحد على شغله بلاش قرف. ايه القرف اللي انا فيه ده؟ ايه اللي متاخر ومش عاجبه؟ ايوه جد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا حاج علي؟ السلام وبركاته. الله يكرمك. ايه يا ابوي ده؟ ايه؟ شنطة مين دي امال الشنطة اللي مغلباك رايح جاي بيها؟ انت عارف دي شنطة مين؟ شنطة مين؟ شنطة حمزة. دي شنطة حمزة منين شنطتك انت يا ابوي دي؟ هي شنطة انا. اهلا يا حاج علي اتفضل. اهلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج علي. الله يخليك. اتفضل يا حاج ازيك يا علي. حاج؟ الله يكرمك. نورتنا والله يا حاج علي. الله ينور عليك. امال فين سميرة؟ سميرة لسه فيها والاولاد والله تحت بيجيبوا شوية طلبات للبيت زي ما انت عارف. طيب ماشي الحمد لله. وانت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. والله كويس انك جيت. ليه خير؟ ايه في خناق ولا حاجة؟ والله هو بص من ناحية الخناق يعني هي هتاجي وتحكي لك بنفسها. لا بقول لك ايه بقى، اذا كان في خناق اصل انا متعود ان انا اجي هنا الاقيكم بتتخانقوا مع بعض، انا هقوم امشي بقى. عمرك ما يجيب خناق خليك قاعد. خلاص يا حاج علي، بقول لك ايه يا حاج علي، طب نور ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كويس كويس يا حبيبي. الحمد لله. بقول لك انا عندي اقتراح. ايه؟ تقعد معانا هنا على طول، تقعد هنا معانا على طول، اريح لك بدل ما انت قاعد لوحدك في بيتكم. والله يا عم الجميل انا بقول له بس هو دماغه ناشفه خالص، مش عاوز خالص. كلمه. انت زعلان ليه؟ مش بتيجي تقعد هنا ليه؟ انا ما باجيش هنا علشان كل ما باجي الاقي نكد الاقي خناق. اعدي الحال. قول. قول لي بقى ساعة ما يبقى نكد وخناق سيبهم وتعالى عندي. ايه رايك؟ خلاص ماشي اجيلك، انا كده هجيلك اقعد معاك. والله تنور.
تنور وتقايس والشرف وشريت شكش الارض شاف ودماغ على الاقل تعوض عشرتين طاوله قد كده. ايه ده؟ هو انت عايز تفهمهم يعني ان انت بتغلبني في الطاوله؟ طبعا بغلبك. لا يا حبيبي. طب والعشرتين اللي انا مديهم لك اول امبارح؟ انت اديتني عشرتين اول امبارح؟ طب اقول لك حاجه قدام الناس الحلوه دي، لو غلبتني في الطاوله هبطل العبها. يلا ماشي، هاتوا الطاوله. نجيب الطاوله. ايوه نجيب الطاوله. بس انتوا هتخانقوا عشان مين يجيب الطاوله؟ طب نجيب الطاوله. ايوه نجيب الطاوله. وانت اهو. عندك حجز ايطاليا؟ عندي تركيا والكويت النهارده. نفسي اروح الكويت دي. ربنا يكرمك. بيقول لك هناك الناس ايه بقى معاها فلوس كتير. ايه ده؟ سبحان الله. اتفضل تجيب لك شاي ولا حاجه يا استاذ حمدان؟ شاي؟ انت هتهزر؟ انتوا قاعدين سايبين شغلكم وبتتساهروا مع بعض. انت شاي كده على الماشي، اجيب لك شاي انت كمان. مخصوم منك 5 ايام، اكل كتير. ولا 5 ايام وهو بينسى في الاخر. طب مخصوم منكم شهرين. طب عليها ب3. 3؟ اجري شوف شغلك. حاجه خساره الشاي. هات الشاي اشربه انا. ادب. الو. انت فين؟ جاي النهارده؟ نبي يا ريت لحسن. بص انت عارف ورايا التزامات وعايز الفلوس محتاج لها. طيب انا في المكتب مستنيك. السلام عليكم. ماشي. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ الو؟ انت جيت من التليفون امتى؟ ايه ده؟ انت وصلت؟ وصلت. طب سلام دلوقتي. سلام. لا خلاص. انت جبت الفلوس؟ لا يا فندم انا جاي علشان ااكد الحجز بتاع الناس اللي طالبه. يعني ما جبتش فلوس؟ لا للاسف انا جاي عشان. ازيك يا استاذ سامح؟ عامل ايه؟ ازيك يا دعاء؟ انت تعرفيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده الزبون الاخير اللي جاب الجوازات بتاع الطياره بتاع الكويت. الزبون طيب بقول لك ايه؟ روح اشوف صفاء عملت ايه في الورق. وهتنسى لديتك الفلوس. لا مش هنسى. فلوس ايه؟ اتفضل قدام على المكتب. اتفضل حضرتك. اتفضل تعالى. يا فالح. ايوه يا استاذ حمدان المرني. شوف الاستاذ يشرب ايه؟ تشرب ايه يا ريس؟ شكرا ميرسي جدا. طب اجيب قهوه؟ ربنا يخليك. طب حلو يا استاذ حمدان. وبعدين يا فالح خلاص. مش عايز ينفعنا يا ريس. ما اقول لك مش هيشرب خلاص بقى. مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاضر. روح عندها دعاء ابني. ده طب ما انا نادي صفاء. طب ما تنادي هناك. لا ليه يا ريس؟ انت بتهزر يا فالح. لا ولا حاجه. انت كنت عايز مين؟ انا عايز دعاء. ربنا يخليك لينا يا رب، ما حرمناش منك يا رب. مش عايز دعاء؟ ادعي لك يا ريس. يا فالح. نعم. يا فالح هبوس ايدك، انا عندي السكر. طب ما اجيب لك شاي؟ عندك السكر اجيب لك شاي طيب؟ طب اجري هات الشاي وهات دعاء وانت جاي. حاضر. طب يا استاذ حمدان انا همشي دلوقتي وهعدي على حضرتك بكره اكون جهزت لك تذاكر الحجز. ما تتعبش نفسك، انا اول ما اخلص الورق ان شاء الله اتصل بيك يا استاذ طارق. سامح حضرتك. نعم؟ سامح. انا مسامح حضرتك. انا مسامحك. انا اسمي سامح حضرتك. اسمك سامح. بالظبط كده. انا اسف. خلاص انا هجهز نفسي واتصل بحضرتك يا استاذ طارق. لا انا مضطر استاذن معاليك دلوقتي. مع الف سلامه يا استاذ. مع الف سلامه. يخرب بيت والله وحشنا عيال. ازيك يا سمسم عامل ايه؟ تمام والله يا عم حسين، انت عامل ايه؟ وانت يا حمزه؟ حلو يا عم بسم حسين. الله ما شاء الله كرشك كبر كده. راجل ما ياكلش ما يسواش قرش. يا اخويا احشر انت. ده انا نسيت اقول لك صحيح. قول يا عم حسين. انت بتفضلوا دوشنا كده كل شويه تتخانق مع مراتك كل شويه. قول لي الاول هي موجوده؟ لا مش موجوده، اتكلم براحتك خالص. مش موجوده. بجد؟ والله. انت ما بتتعبش يا ابني بالخناق معاها، احنا ما بنعرفش ننام. والله يا عم حسين دي هي اللي بتدور شكلي كل يوم وعايزه تتخانق معايا. هي اللي بتجر شكلك؟ هي كل يوم. طب اقول لك على حل حلو ده؟ قول يا عم حسين. كنت نفعت نفسك. يا عم استنى خليه يقول الاول، استنى. قول يا عم. انت ممكن تكميله. قول يا عم حسين. اتجوز عليها. 2 يا عم حسين. وجابك على واحده عشان نجيب 2. خلاص انت ما تتكلمش الكرشه ده. طب قول 2 يا عم، مش كفايه واحده ليه 2؟ اسمع يا كلامي، اتجوز عليها 2. وبعدين كده انت كده هترضي غرور التانية وتريح قلب الاولى وتهدد التالتة انك هتتجوز الرابعه. كده قاصد خالص منيكم. طب انت عملت كده يا عم حسين؟ واتجوزت 3. وعملوا معاك ايه؟ ولا حاجه. تصور ولاد الكلب اتفقوا مع بعض عليا وبقوا حبايب واصحاب، بس انا ما سكتش، انا هددتهم ان انا هجيب لهم الرابعه. والله جدعان. طبعا. ورموك بره اكيد. نعم؟ ورموك بره البيت اكيد.
هو انت عبيط ولا ايه؟ وجاي تنصحنا يا عم حسين؟ مش تعرف الاول؟ يا عم حسين انا كده حلو خالص، واذا كان على الخناق والله امره سهل. انا كان همي كل مصلحتكم، يعني حبيت يعني انصحكم يعني. انصح نفسك الاول بس يا عم حسين. طب قوم اتنقل اعمل لي شاي، قوم يا عم قوم كتاك البلا من طويل كده. اهلا. ممكن حمدان موجود؟ ميجا ممكن حمدان موجود؟ شجار زي كده. ولا ممكن حمدان موجود؟ ايه في ايه؟ انت وقعت مع الاستاذ مش هتفهمه. حضرتك عايز مين؟ ممكن حمدان. عايز ممكن حمدان؟ طب ما انا كده مش واقف على بعضك، بالراحه شويه عشان عديت الله يخرب بيتك في ايه؟ عايز مين؟ ممكن حمدان. وحضرتك مين؟ نقول له مين؟ قول له صافي. صافي؟ تعالى يا صافي اوديك عند ممكن حمدان. تعالى انت لقطه، تعالى. ادخل. الحق يا استاذ حمدان. صافي عايز، تعالى صافي تعالى. صافي عامل قريتك اهو، تعالى صافي. ممكن حمدان. الحق واحد بنت واحد، بصراحه انا متلخبط فيه، مش عارف هو كده ولا ايه بالظبط. انت عايز مين؟ عاوز ممكن حمدان يسفرني امريكا. الحق عايز ممكن حمدان عايزين يسافروا امريكا. يسافروا امريكا؟ اه ده انت ما تخافش. هيسافر امريكا ازاي؟ عايز اسافر امريكا ليه؟ عشان ارقص في الديسكو. كمان؟ طب ما في ديسكو هنا يا ابني، اشمعنى روح امريكا عشان ترقص ديسكو؟ طب ما تخليك في شارع الهرم اقرب، انت لا انا عاوز اروح امريكا عشان الديسكو بتاع امريكا حلو. الديسكو امريكا حلو؟ طب شوف فلوس بقى كاسات. يلا معاك دلوقتي كاشات فلوس؟ معايا فلوس. طب بس امريكا ده كان كلفك كتير يا ابني. كلفني كتير. 250,000 جنيه. 250,000 جنيه. معاك 250,000 جنيه؟ معايا 250,000 جنيه. طب خلاص هتروح تجيب الفلوس وتيجي ممكن الواد بعت عليا ابن الذين. هتجيب الفلوس وتجيلي بكره. خلاص ماشي. 250,000 جنيه ماشي. ها اسمه ايه؟ جواز السفر. ماشي. ها وهتجيب لي جواز عرفي. جواز السفر. ايوه. ممكن فالح هجيبه. ممكن فالح انت بالك قبل هي الحاجه معاه ممكن فالح ولا معاه؟ هجيبه من ممكن فالح وداخل لي. لا وهيدخلك ليه؟ جيبه. طب ما تخش لي انا على طول. روح هات الفلوس. يلا روح هات الفلوس. يلا يا سوس. وانا اقول لك تعالى اوديك تجيب الفلوس. اسمه صافي. يلا يا صافي. يلا يا صافي. ما تاخرش يا صافي. يلا يا سوس. ايه قله الادب دي؟ ده احنا بقينا في اقول ايه بس؟ بقينا في زمن غريب. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. كنت عاوز بس اسال على شغل. عايز تسافر؟ لا عاوز شغل هنا عشان بس والدي متوفي وكده واخواتي يتامى ووالدتي تعبانه وكنت بسال على شغل هنا. سلام. يا صفاء فين دعاء؟ بتجيب حاجة؟ طب مين اللي دخل الأستاذ ده؟ قال لي عايزني؟ طيب ماشي، أما أخلص بس، سلام. اتفضل، عايز إيه بقى؟ قلت لي؟ انا كنت عاوز اسال بس على حضرتك عاوز شغل كده. اي حاجه لو همسح هبلص اي حاجه. طب ما تسافر. لا انا عاوز اقعد هنا في مصر عشان والدتي وكده تعبانه وعاوزه عمليه وكده لازم اساعدها. اي حاجه. شغالك ايه؟ اي شغل يا باشا. طيب اشوف لك حاجه يا معاك. ريت يا باشا انت عارف الحاله. ادخل. السلام عليكم. السلام استاذ حمدان عامل ايه؟ اهلا وسهلا. انا جاي لك كنت عايز اسافر امريكا. امريكا؟ ايوه عايز اسافر امريكا. ثانيه واحده. طب بقول لك ايه؟ روح لصفاء اقعد معاها، خد منها فلوس، هتروح تجيب سجاير زي دي. لا هات فلوس لاستاذ حمدان اجيب لك سجاير زي دي. ماشي؟ اهلا بيك. اهلا حضرتك عامل ايه؟ قلت لي عايز تروح امريكا بقى. انا كنت عايز اسافر امريكا. عينينا. طيب انت معاك فلوس؟ انا معايا فلوس، انا ابن اكبر راجل اعمال في مصر، انت ما بتعرفنيش ولا ايه؟ لا والله انت ابن اكبر رجل اعمال في مصر. ابن اكبر راجل اعمال في مصر. ده عنده كام سنه ده؟ الحمد لله ابويا عنده 48 سنه وخلاص هيوصل ل 50 كمان سنتين. لا يبقى اكبر رجل اعمال في مصر فعلا. ايوه تمام. طيب تمام ماشي. وهتروح امريكا عايز ايه؟ هتشتغل يعني؟ عموما يعني انا ما بيفرقش معايا فلوس، انا وابويا راجل مبسوط
وانا نزيه الحمد لله. فانا جاي لك متوتر على فكره، عايز اسافر امريكا بقيت هنا في اقرب وقت. يعني انت جاي متوتر مش مواصلات ولا عربيه؟ لا. طيب تمام. بس عايز اسافر في اقرب وقت ارجوك، علشان خاطر بص انا جاي لك وبقول يا رب تسفرني في اقرب وقت على طول. طيب بص يا استاذ، انت اسمك ايه؟ انت ما عرفتش لسه اسمي ولا ايه؟ لا ما اعرفش. ده ما قلناكش بره ان انا جاي واسمي؟ لا والله ما جاتش على النت. وانا اسمي هيثم، وقايل لهم برضه قايل لهم بره ان هم يقول لك اسمي، بس انا ما اعرفش، انا كنت بفكر انك عارفني. يعني انت هيثم؟ ايوه انا هيثم، عايز اروح امريكا. هتعمل ايه في امريكا؟ رايح ارقص في الديسكو. ديسكو؟ ايوه رايح امريكا ارقص في الديسكو. بقول لك انا ابن راجل اعمال، الراجل الاكبر عمال في مصر. طيب ثواني بسرعه علشان نستعجل. بص يا هيثم. ايوه السفريه دي هتكلفك. تمام. ليه بقى؟ هتدفع 100,000 الاول. ايوه. عشان التاشيره واللازم منه والحوارات دي. ايوه. تمام؟ ايوه. وهتيجي الاسبوع الجاي. ايوه. هتستلم الايه؟ التاشيره. ايوه. وتسافر. انا عايز اسافر اقرب وقت، اقرب وقت لو النهارده. لا النهارده؟ ايوه انا عايز اسافر اقرب وقت مستعجل. النهارده البنزين هيبقى كتير. ايوه انا تحت امرك، بقول لك انا ابن اكبر راجل اعمال في مصر ما بيجيليش فلوس. طيب بص يا هيثم، هتدفع 100 جنيه 100 جنيه ايه؟ 100,000 جنيه هتسيبهم مع السكرتيره بره. وتيجي الصبح تجيب 100,000 جنيه تاني. تمام. وتديهم ايه؟ تديهم لنا بقى، وتاخد التاشيره وتروح بقى. بس بسرعه عايز الحق معاك الديسكو. بسرعه قوم يا ابني. خلاص اتفقنا؟ اسيب البيانات بره برضه دلوقتي؟ سيب البيانات وسيب ال 100,000 جنيه. تمام. مش معاك استاذ حمدان. انت مش معاك مدير اعمالك بره؟ انا معايا مدير اعمالي بره، بقول لك انا ابن اكبر راجل في اعمال في مصر. ومعايا مدير اعمال بره. طيب بسم الله بره. يلا قوم ادي الاستاذه صفاء الفلوس واديها بياناتك واخلع. حبيبي يا صفاء، صباح الخير. صباح الخير يا عماد. جيتي امتى؟ بقالي كده بتاع ربع ساعه. كل يوم تيجي قبليه كده. استاذ حمدان جه؟ بقاله ربع ساعه جوه وسال عليك مرتين. قلت له ايه؟ قلت له عماد بيفطر تحت وبتاع. ما العوض فين؟ انا ما شفتوش وانا داخل كده. كان بينظف في الشركه. شوفوا لنا فين بس، عشان انا جاي مش شايف قدامي وعايز اشرب اي حاجه فوق، شاي ولا اي حاجه. الواد ده دايما مهموم كده ومش عارفه ماله، زعلان من ساعه ما جه اشتغل في الشركه هنا. الله يكون في عونه برضه، ما هو كل واحد عنده ظروف. كل واحد عنده ظروف يا استاذ. وعمك فالح ضغط عليه ويخليه يغسل الكوبايات وينظف في الشركه، وحمدان عليه والزمن عليه. ربنا يصلح حاله. يا عوض يا عوض، أمورينا يا أستاذ. اعمل كوبايتين شاي، واحده ليا وواحده للاستاذ عماد. من عينيا حاضر يا أستاذ، واحسبهم عندي. ايه ده والله كلك كرم. الله يخليك يا أستاذ. كنت عاوز أطلب منك طلب يا أستاذ عماد. أمورنا أمورنا. كنت عاوز أسافر، أنا زهقت من هنا وعمي فلاح حاطط عليا والأستاذ حمدان كل شوية يمسحوك ثم جرفوني، أنا تعبت والله. شفتي؟ يقول لك الحساب بتاع الشاي على حسابي وفي الآخر عايز خدمة وعايز أسافر. أنا قلت الموضوع بتاع الحساب ده وراه مصلحة. أنا قلت كده برضه. عايز أسافر ليه يا عوض؟ والله اتخنقت. عم حمدان الاستاذ حمدان كل شويه يحط عليا وعم فالح يمسحوك ثم انا زهقت. معلش يا ابني، الشركه دي احسن من حاجه تانيه، واديك جيت من بلدك واديك شغال معانا، خليك قاعد. والله يا استاذ اتخنقت والله، كل شويه يمسحوك ثم انا خلاص. اسكت، لو حمدان عرف انك معاك فلوس مش هيسكت. خليك قاعد ساكت. ما تقولش للاستاذ حمدان ان انت معاك فلوس ولا عايز تسافر ولا اي حاجه. وانا عشان انت غلبان وعيل عايز تاكل عيش، انا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الاستاذه صفاء انا هشوف لك سفريه كده، بس الكلام ده بيني وبينك. لو استاذ حمدان عرف بالكلام ده هيبقى فيها مشكله ليا وليها. ايوه اسمع كلام استاذ عماد، كلامه صح. شكرا يا باشا، والله اشكرك وابدا اشكرك طول عمري. حبيبي يا عوض حبيبي. ماشي يا باشا، راح اجيب لكم الحاجه واجي بسرعه. شفت يا استاذ حسين؟ ما دول مبيعات الخضر ست وسرقها. سمعت عنه. دخل عليها يا اختي، راح رشش عليها البتاع ده، راحت نايمه، صحيت من النوم لقت نفسها على البلاط. ده كويس ان هو ساب لها حاجه تنام عليها.
ده الواحد بعد كده المفروض ما يفتحش الباب لاي حد. فعلا. ايه ده الباب بيخبط. حبيبي افتح الباب. بقول لك ايه صح؟ مين يا حبيبي؟ راجل غريب. انا مندوب مبيعات. مندوب مبيعات. مبيعات؟ خليه يتفضل. يا لهوي. ايه ده انتوا ايه هم بتدوهم مع لا لا. ايه خايفين من ايه؟ مش انا معاكم. خليه يا حبيبي يجي. خليه يا حبيبه اجري له. تعالى. يعمل لنا حاجه. لا ما تخافوش. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. انا هشكي البرفانات انما ايه هتعجبكم قوي، رجال وحريم واطفال، ممكن هتعجبكم قوي. برفانات تاني؟ برفانات هتعجبكم قوي، ممكن تجربوا حضرتك وتشوفوا معايا في العرض. انت بتعمل ايه؟ انت بتخش على مين؟ هو اضربه يا حسين. اضرب مين؟ اضربه يا حسين. اضربه يا بنت. اضربه. ايه؟ انتوا ايه؟ ايه؟ بتخش علينا. يلا نخش رقاهم. يا لهوي. يا لهوي. ولا مندوب تاني؟ اضربه يا حسين. وانا اضربه ده انا هعمل بقى. يا لهوي. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ مساء الخير يا فندم. انتوا عارفين عقوبة ضرب ضابط شرطة عقوبتها ايه؟ لا يا فندم لو حضرتك ظابط بحقه حقيقي. ايوه طبعا. احنا اسفين يا ريس. الرئيس ما يقبلش اسف ومش هقبله. انتوا في ايه ومين عندكم في الشقة؟ يا باشا والله العظيم ابدا. ده واحد بيقول ان هو مندوب مبيعات. ده جاي عشان يخدر مدام سميره. يا سلام وانتوا كنتوا فين؟ كنا فين ايه؟ كنت فين لما خدر استاذ سميره؟ كنا في الشقه يا باشا. يعني خدر 50 واحد وفوق بعض وانتوا موجودين في الشقة؟ يا باشا ده كان عمال يرش علينا برفان كلنا. كلكم مش قادرين عليه؟ يا دماغي ايه ده؟ مين ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا باشا مندوب مبيعات يا باشا. قوم طب هات بطاقتك. قوم. اتفضل يا باشا. زورت. ايه ده؟ لا ده فعلا ده حقيقي، ده مندوب مبيعات فعلا. ده انا هعمل لكم محضر كلكم. انا كنت بدافع عن نفسي. انت بتدافع عن نفسك؟ اللي خلاك ضربتيني انا كمان، هتدافع عن نفسك ازاي؟ هو طلع مندوب حقيقي؟ فعلا مندوب حقيقي، اتفضل. ما قلتش ليه ان انت مندوب حقيقي؟ ما تقول يا اخي ان انت مندوب. يا باشا ازاي تمد ايدك قدامه والحكومه واقفه؟ لا انا بس هو ما قالش ان هو قوم قومه. قوم يا باشا. قومه. قوم يا حبيبي قوم. ده حتى الريحه بتاعته حلوه. بسم الله ما شاء الله. الله. طب انا ممكن اقول لسيادتك حاجه يا فندم؟ اتفضل. انا هستاذن انا عشان في واحد صاحبي كده عازمنا على شويه فتة كوارع بقى وانت فاهم. اتفضل معايا كلكم كده، كلكم كده اتفضلوا معايا على الاسم، انا هاكلكم كوارع صح النهارده. وانا معاك يا حسين عايزه اكل كوارع. انا شكلي هناكل ممبار. ارحموني لما انت تقلع هدومك، يعني انا اعمل ايه؟ اطلع من هدومك. انا اعمل ايه؟ يا استاذ حمزه عشان خاطري، انا والله جالي الضغط. اقنعها والنبي. ما بتقتنعش؟ لا اقتنعي يا ست. انا يا عمي بص انا هما كلمتين، انا هغسل وقت ما اغسل وهمشي وقت ما امشي. ماشي. ومفيش حد ليه عندي حاجه. وان شاء الله بقى اللي يولع انا ماليش فيه، انا رايح اكمل غسيل. مع السلامه. مع السلامه. يا ساتر يا ساتر. دوليه نكد. منك يا مؤدبه يا حلوه. يلا يا شيخه يا ساتر، دوليه نكد. نبي انت اللي قمر انت. حويناتي. بقول لك يا استاذ حمزه. انا هنا. ايوه وانا هنا اهو برضه. انا هنا. ممكن اطلب منك طلب؟ انا دماغي مصدعه من الدوشه بتاعتكم دي. ممكن كوبايه شاي؟ انا هعمل لك الشاي. بجد؟ عويناتي. نعم. عويناتي. عويناتي. يا خرابي. يا لهوي. ايه يا استاذ حمزه؟ يا حسين. بتقول لي عوينات؟ انا هنا. ده التكليف. انت بتعمل ايه؟ دافع حضرتك عشان بتاكل بيتزا فوق ضعاف. راح مشوار. راح مشوار؟ راح مشوار كده ورجع. انت هتاكل معايا؟ ماشي زي بعض. معقول ليه مشوار؟ انت جاي في اي حاجه يا استاذ حمدان كده اهو. لا ليه ماشي؟ ما تكونش عليك ابدا. طلع طعميه. تقول طلع بتنجان طيب. كان مخلل ضرب ايه؟ كان مخلل جامد قوي. بقول لك ايه؟ نعم. في حد سأل عليا؟ في واحد سأل عليه وكان معاه شنطه ومشي. ايه؟ يبقى الفلوس. ايه مالك؟ مالك؟ ايه ده؟
سلامتك يا استاذ حمدان. فوق يا استاذ حمدان. استاذ حمدان تعمل ايه دلوقتي يا استاذ حمدان؟ كاتب الاسعاف ولا ايه؟ استاذ حمدان. يا خبر ابيض. ايه اللي حصل؟ الاستاذ حمدان اغمى عليه. استاذ حمدان. خش هات لي الشنطه بتاعتي ازازه البخار. لا بس خلاص انا افتكرت. ايه ده؟ ايه ده؟ اصلا صعيدي. استاذ حمدان. الحمد لله. الحمد لله. سلام الحمد لله على السلامة. ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ انت اغمى عليك شويه، كنا قاعدين بنفطر رحت اغمى عليك. ايه سلامتك يا ابو سلامه؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ حمدان. مين ده؟ انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ لا 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 ابدا، ده كان مغمى عليه بس. افتكرتك. انت البحرين. انا كنت عايز اسافر البحرين يا استاذ حمدان. ايوه افتكرتك. خلاص. ايه؟ كل واحد يروح على مكتبه. انت كويس يعني؟ الحمد لله. طب لو اغمى عليك انت علينا ماشي؟ طيب يلا اتفضل على المحاضره. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا استاذ حمدان. الله يسلمك. وانت ما تروحش تحط التلفزيون ده تاني. التلفزيون ايه؟ اللي جنب الشباك. جنب الشباك؟ انا مش هفتح الشباك ده تاني. هتسافرني البحرين؟ انت لسه مسمم على البحرين. بلاش البحرين، اسافرك السعوديه. لا، هتسافرني البحرين يا اما بلاش. خلاص ماشي. طب انت معاك فلوس للسفر؟ انا معايا جاموسه في البلد هروح ابيعها والبركه في حضرتك. جاموسه؟ هتروح تبيع الجاموسه يا ابن البيت ده عامل زي محطة مصر، اللي داخل فيه أكتر من اللي خارج. كل شوية حد من الجيران يجي يسألني، إيه ده أنا مش فاهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهو لسه كنا بنتكلم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أستاذ سمير موجود؟ لا يا سيدي مش موجود. في حاجة؟ لا يعني هو موجود ولا مش موجود؟ وقلت لحضرتك مش موجود. في حاجة؟ لا أصل أنا ما شفتوش بقالي كذا يوم يعني، فقلت أجي أسلم عليه. يا سلام على الجيران. عايز ماشي يا سيدي، لما يجي هبقى أقول له. هو حضرتك أبو الست بتاعته؟ أيوه أنا أبو الست بتاعته. أهلا وسهلا. طب هستأذن أنا عشان لسه جاي من السفر، ولما يجي هاجي أقعد معاه. ليه يا راجل ما تقعد؟ لا هاجي تاني اقعد اشرب شاي. هاجي لك تاني. طب اقعد كل. لا هاجي لك. طب اقعد نام هنا. هاجي لك إن شاء الله. ما انتوا كده جيران كده، أنا مش فاهم الجيران دي إيه؟ يا ساتر. لا 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 لا، ده أنا مش ممكن. أنا قاعد هنا عشان خاطر الجيران. لا ده أنا هقوم. السلام عليكم استاذ محمد. اهلا وسهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا كنت شفت الاعلان بتاعكم وكنت عايز اسافر تركيا. عينيا حاضر. عايز تسافر تركيا؟ يا فندم. اوعى تكون رايح لمعتز مطر. لا يا فندم، ده سياحه. لا لو سياحه تمام ماشي. معاك باسبور؟ معايا يا فندم. اتفضل يا فندم. ايه ده انت مكفله كده ليه؟ بس خايف عليك من البرد يا فندم. يا راجل خايف عليك من لا وايه ده كله؟ ده انت شكلك لفيت كتير قوي. لا يا فندم سافرت كتير اصلا. انا بقول لك حضرتك سياحه. ايوه. طيب تمام. تجيلنا الاسبوع الجاي، بس النهارده هتسيب 15,000. مش عندي مشكله في الفلوس، بس يا فندم انا عايز اسافر بسرعه خلال يومين كده. لا في خلال يومين صعب، هتغرق كتير. مش مشكله، عندي فلوس. طيب هتسيب بره 15,000 جنيه عربون، وتسيب بياناتك مع السكرتيره بره. تمام. وهتجيلي بعد بكره تستلم جواز السفر وتسافر على طول. ده امتى؟ وهتجيب معاك وانت جاي اهم حاجه عندي الالتزام والفلوس. تمام. هتجيلي بعد بكره معاك 15,000 جنيه تاني. تمام؟ وتاخد الباسبور وتسافر. انت عندك ال 15 الثانيه دي؟ انت عايز تسافر في يومين. في يومين ما انا عقبال ما اخلص لك التاشيره والكلام ده بتاخد وقت، المفروض اسبوع. انت عايزها بعد بكره، فلازم نظبط الدنيا عشان 15,000 جنيه تاني؟ غير اللي هتسيبهم بره، يبقى كله 30. لا كتير 30. خلاص تعالى الاسبوع الجاي هتدفع 15,000. انا هديك 25 كله. انت بتفصل، انت جاي تاخد نقطه، انت عايز تسافر وعايز تسافر بسرعه كمان. ما انت قلت لي 15 فرق 3 ايام، قلت لي 25. ايوه طيب، ما 15 وهتجيب 15 وانت جاي تاني بعد بكره يبقى 30,000. لا ده انا موجودين معايا 25. خلاص ماشي. هتسيب 15 مره مع السكرتيره وتسيب بياناتك. تمام. وتجيلي بعد بكره تاخد التاشيره وتتكل على الله وتجيب ال 10,000 جنيه الباقيين. تمام. طب انا كده عامل معاك الصح اهو. تمام. خلاص ماشي. ماشي يا فندم. ماشي يا باشمهندس. مع السلامه. نورك.
عايز رايح سياحه ومعاش فلوس وعمال يفاصل حاجه ورقاله. ادخل. زيجاري جابرين يجري. نعم. حضرتك تمدير الورقه دي. طب ما تقول كده، لازم عمال مش عارف ايه. هات يا عم. وانا جايبك هنا عشان تتعبني انا. زيجاري جابرين يجري. مظبوط. خد. زيجاري يا بابا. يا دي النيله، ايه تاني؟ دي بتقول. ايه بتقول؟ دي زيجاري ايه؟ يا ابني كلمنا عربي ابوس ايدك. بيجي جابرتين. يا دي النيله بجاكي شان دوت وشاروخان. انا بقول لك انا سعيد بالشغل مع حضرتك. لا والله. وانا كمان سعيد قوي ومبسوط. بص هطق من السعاده. هيجي دي جوني. ايه بتقول؟ بقول لك امشي، زهقتني. انا مش عارف شاروخان شويه يجيبوا لنا خمور ده ولا اسمه كرينا خمور. ايه الهم؟ انت ما كوتيش القميص ليه؟ قميص ايه؟ القميص بتاع الشغل. ما شفتوش. يا سلام. شفتوش ازاي يعني؟ ما شفتوش. اروح الشغل ازاي دلوقتي؟ طب وانا مالي انا كنت خدمتك؟ ازاي انت مالك؟ انا مالي؟ ما تشوف مراتك فين وتكوهولك. ايوه انت ما كوتيش. ايه ده السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ايه يا استاذ سمير؟ تعالى شوف يا عم حمدان. اقعد. اتفضلي اقعدي. ايه يا عم، انا كل يوم زعيق وخناقه. في ايه يا عم سمير؟ يا عم حمدان انا عاوز اروح الشغل والقميص مش مكوي. القميص مش مكوي؟ طب ما تشوف حاجه يا عم البسها غير دوا. ايه المدام مش هنا ولا ايه؟ لا مش هنا، المدام بره. عشان كده. طب يا عم مشي امورك والبس الطقم اللي رحت بيه امبارح وخلاص. يا عم حمدان اروح بطقم موسخ ازاي الشغل؟ لا والله عندك حق. طب ومش دي اختك؟ اكيد طبعا. طب ما تغسلوش ليه القميص؟ انا عندك اسالها. ليه يا استاذه ما غسلتيش؟ وانا مالي؟ انا كنت خدمته، ما يخلي الهانم مراته تغسل له. ما هو الهانم مراته على طول يا اما بتتفرج على التلفزيون يا اما في الشارع. طب ما بقول لك يا اما في التلفزيون يا اما في الشارع. طب ما انا اقول لك على حاجه، المكواج اللي تحت دول يغسلوا لك ويكووا لك. يا عم حمدان انا النهارده معايا شغل متاخر عنه، ازاي انا اروح للمكواج دلوقتي؟ طب وبعدين؟ تكوي القميص. ما تكوي يا ست القميص وخلاص. لا ماليش دعوه. طب بقول لك ايه؟ قول يا عم حمدان. هات القميص ده، مش هو ده اللي عامل لكم المشكله؟ هو ده اللي عامل المشكله. يا سيدي انا هاخدك دي صفاء تغسله وتكوه لك وتجيبه لك لغايه عندك. لا يا عم حمدان انا ما اقبلش، هي اللي هتكويه وهتغسله. ما تكويه بقى عشان خاطر الراجل ده اخوك. لا انا هكويه عشان خاطرك انت بس يا عم حمدان. الله يبارك لك، الله يبارك لك. انت الله محترمه ومقدره. هكويه عشان عم حمدان. ربنا يبارك مش لك. عشانك. انا متاخر على الشغل. حاضر قلنا حاضر. دلوقتي تكويه. حاضر. خلاص اكوي له القميص ده واعملي خير وارمي البحر يا ست. وانت يا عم سمير اهدى كده وما يبقاش خلقك ضيق. يا عم حمدان انا معايا شغل ما ينفعش اتاخر عني. معلش برضك مشي امورك، انت عندك بنت زي العسل اهي، يعني تستحمل اي حاجه عشان خاطرها. ماشي يا عم حمدان. عشان كمان انا دماغي بص انا ده انا اصلعيت منكم حرام عليكم. معلش يا عم حمدان. ويا ريت باجي واشرب شاي ولا بتغدى. ده انا ما شفتش اي حاجه منكم يا عم سمير. النهارده نتغدى معانا النهارده. خلاص الغدا عندك النهارده. خلاص هقوم اظبط شويه حاجات كده في المكتب. خلاص واجي لك تاني. وانا منتظرك حبيبي يا عم سمير. ما تتاخرش. ماشي يا باشا، مع السلامه. مع السلامه. كلام قرف. حمزه ايه ده؟ حمزه قوم يا حمزه قوم. الله قوم يا عم. فيها الصبح يا سمير. انت ايه اللي منومك هنا؟ لا يعني نعمل ايه؟ نام فين؟ خش نام جوه في اوضه الاطفال. يا عم روح سيبني يا اخي انام شويه، سيبني يا عم. قوم يا عم قوم، ما ينفعش تنام هنا. قوم يلا. عايز ايه يا سمير؟ على الصبح مش ناقص ايه يا سمير؟ قوم يلا قوم، في اوضه الاطفال جوه. قوم يلا. ايش انا كنت عايش القرف ده؟ قوم يا عم خش جوه يا عم. روح يا اخي قلت لك انت عايش تقرف. السلام عليكم. شغال ايه؟ وده مكتب سفريات؟ سكرتير كان عندي دعوه. فين علينا كده غلط؟ دي بقى سكرتير كان عندي. المكتب ده بتاع ايه؟ مش ده مكتب سفريات؟ سكرتير بس انا بريت كان هذا اوت. انت فاهم حاجه؟ لا.
تيجي يا باري. شايفين دخلنا مكان غلط. صح. اتفضلوا انت الاستاذ صباح جوه. طب ما تقول كده من الاول. ليه؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم احمد في ايه؟ سيجاره سيجاره يا عم مش عليا انا بقى الحركات دي، انت ما تبني على لغتنا بقى اللي بنفهمها هنا. وانا بصراحه من كتر ما عندنا خصومات ولا ازرق كده فبضطر ارجع للغتي معاهم. لا ما تقلقش بس عشان الناس بس ما تتعقدش مننا بالمكتب ونقفل، ما تقلقش اللغه دي حرام عليك. اول ما عقدنا وكده لا ما تقلقش انت تبقى جريسيني بقى انا في البوفيه. يجري بقى تاني عليك. السلام عليكم. ادخل. الاساتذه عايزين حضرتك. خلوهم يخشوا. اتفضل. تأمرني بحاجه تاني؟ لا روح انت على المكتب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا. احنا شباب ونفسنا نسافر. اهلا وسهلا بالشباب. وعايزين تسافروا فين ان شاء الله؟ عايزين نسافر الكويت. الكويت؟ معاكوا باسبور؟ جوازات معانا. جوازات معانا. طيب خلاص. انت شغال ايه حضرتك؟ انا شغال مش شغال حاجه. مش شغال؟ وحضرتك؟ شغال نجار. طيب بص يا استاذ، كل واحد فيكم هيدفع 20000 جنيه لغايه لما التاشيره تطلع. بعد ما التاشيره ما تطلع كل واحد فيكم هيبقى عنده 50000 جنيه تاني. محدش يقول لي الله يبارك لك. واحنا فلوسنا جاهزه. خلاص خد الاستاذ معاك وروح عند الاستاذه جوه دعاء وهي تخلص لكم الورق، اديها الفلوس والجوازات. طيب عايزين نعرف المرتبات كام، تفاصيل عن الشغل قبل ما ندفع الفلوس. مستعجل قوي على الفلوس واليوميه. هتروح عند الاستاذ دعاء معاه وهي هتعرفك كل حاجه بتفاصيل وكل حاجه. نورتوني يا رجاله. شكرا يا حمدان بيه. مع الف سلامه. يا فالح يا فالح. ايوه صباح الفل على احلى استاذتين عندنا هنا في الشركه، الاستاذه دعاء والاستاذه صباح. صباح الورد. صباح الفل على عيونك. امروني. عايزين 2 شاي من ايديك الحلوين دول. احلى 2 شاي وعلى حسابي وهحاسبكم اخر الشهر. لو عمك حمدان شافك هيخصم منك يومين تاني. الراجل ده زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. ولا يهمكم، حمدان ده في البلاله مخه في التربنتينه، يقعد يقسم واخر الشهر ينسى. عنده زهايمر. ايه يا استاذه في ايه؟ عنده ايه؟ زهايمر. انا فالح اعرف كل حاجه. اسمها زهايمر. زهايمر انا مالي، هي بيقولوها كده. ما عليك. حاطه ايدي على قلبي لاخر الشهر بقول ربنا يستر ما يخصمش مننا حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تخافيش. مش انت ساكنه في المهندسين برضو؟ مين قال؟ انا عارف كل حاجه، انا رويتر هنا. ساكنه في المهندسين. مهندسين. بقى ايه؟ هي المهندسين دي بالزغزغ ولا حاجه؟ حلوه قوي. ده راجل ومشكله. طب اجيب لكم الشاي بقى. مهندسين مشكله. حضرتك انا عايز فلوسي دلوقتي حالا. اهدى بس اهدى يا استاذ. اتفضل اتفضل. ما اعتقدش انه فيه هدوء. اتفضل. اهدى وروق نفسك كده. مالك في ايه؟ حضرتك انا خلاص لغيت التعامل مع الشركه ومع المكتب ده تحديدا. يا استاذ سامح يا استاذ سامح، انت عارف شركتنا معروفه. اديني فرصه بس لاخر النهار. انا بص اهو جاي لي فاكس ان كل حاجه هتخلص خلصانه خلاص، بس هي على ما تيجي بس. يعني على اخر النهار تيجي تستلم كل حاجه ان شاء الله. اهدى كده وروق نفسك وانا هطلب لك حاجه ان شاء الله. يا فارق. ايوه جاي. شوف الاستاذ سامح يشرب ايه؟ اشرب يا استاذ سامح. عصير مانجا فريش. شفت؟ طلب مانجا فريش. ما عندناش بقى. هات فلوس. هات فلوس ايه؟ ساعتك عندك زهايمر بتنسى. حاسبني وقت توتو على كبوته وقت. وبعدين معاك بقى فالح بقى. يا ريس بتنسى، ساعتك بتنسى بقى. يا فالح ما تبقاش غبي. ماشي. انزل هات الحاجه الساعه من تحت. ما اجيب له المانجا من تحت؟ بس مش هتنسى؟ لا مش هنسى خلاص. وعد؟ خلاص بقى عشان الراجل قاعد بقى. ماشي حاضر. بسرعه. لا خلاص اطمن، انا قلت لحضرتك اخر النهار حضرتك اشرب الحاجه الساعه وروق نفسك كده واتكل على الله وتجيلي بس اخر النهار. حضرتك كم مره شربت حاجه ساعه هنا وكم مره حضرتك قلت لي نفس الجملتين دول؟ تقدر تقول ساعتك انا ما لقيتش مانجا فقلت بقى شاي يروق بالك احسن. اتفضل الاستاذ خليه يشرب. اتفضل ساعتك اشرب الشاي. خلاص اشرب الشاي اتكل على الله وتجيلي اخر النهار كل حاجه جاهزه. حضرتك انا بقى النهارده مش هجيلك تاني. يا سلام التذاكر يا الفلوس.
لا ان شاء الله. معلش من فضلك. حاضر. خلاص. يا فالح. فالح. ايوه باشا، امورنا باشا. وصل الاستاذ لغايه الباب. اتفضل اتفضل يا استاذ سامي، احنا نورتنا وشرفتنا. اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. صور يا سمير امبارح ان انا ما عرفتش انام بسببك. ليه يا عم حسين؟ انا كنت عملت ايه؟ يعني مش عارف الواد عملت ايه؟ لا والله ما اعرف. امبارح ما اتخانقتش مع مراتك. ليه هو انت بتنام على صوت الخناقه ولا؟ انا اتعودت على كده، حسيت ان في حاجه ناقصاني. يا عم هو ربنا يهدي. يا عم ربنا يهديك انت وتراجع مراتك ان انت سايبها. وانت اصلا سايب مراتك وقاعد مشحرط كده ليه؟ يا عم انا هطلق. وانا هربطها. يا سلام يا ما شاء الله، ايه هو اللي تربطها وتطلقها؟ هي جاموسه؟ لا ده بيتكلم عن مراتي. والله دي مراته ست كامله. فعلا كامله العدد. انا همشي. اسمع بس واحد. ايه بس مالك يا عم حسين؟ يا عم حسين فرج مش بيحب الهزار. لا بس انا مش فايق يعني شويه كده. ايه؟ مش فايق انا. ليه شارب ايه؟ ولا شارب ولا عطشان. انا خارج بقى، انت عاوزه حاجه؟ خارج ازاي يا عم؟ خارج معايا مشوار هخلصه تحت. وانا كمان عايزه اخرج. هتخرجي تروحي فين ان شاء الله؟ هاجي معاك. يا سلام. ومين هيقعد مع الاولاد لما انت تخرجي معايا ان شاء الله؟ مالي بقى، ما تشوف لك حد يقعد مع العيال ولا شوف مراتك فين تقعد مع ازاي انت العيال. مالك؟ ايه في ايه يا مان؟ تعالى يا حمزه. في ايه؟ عاوزه تخرج معايا. طب ما تخرج، ايه المشكله يعني؟ طب وسيب الاولاد مع مين لما هي تخرج معايا؟ يعني جايه تاخد يوم معانا، ما تخرج تغير جو. ما ينفعش يعني هو انا جايه يعني اقعد عندكم افك عندكم يومين وتخدمني كل شويه تخدمني وشويه تقول لي اعملي القميص وشويه تقول لي روقي. اطلعي خلاص البسي. ما ينفعش يا حمزه، يا حمزه ما ينفعش. انا اللي هقعد مع العيال دول قدري، ما انا قاعد معاهم على طول. طيب ماشي يا حمزه ماشي، عشان خاطرك بس انت المره دي. واتكلم مع اختك كويس، مش كده عايز بدي تاخد يومين معانا يعني. طب يلا عشان انا متاخر. هتلبسي يلا. ما تزعجلهاش. متاخر بقول لك. روحي البسي واطلعي معاها وروحي على اختك شويه لازم. مش كده يعني. ده هي جايه تاخد يومين عندنا هنا. دي ولا بتغسل ولا بتعمل اكل وعاوزه تخرج معايا خالص. والدوشه على طول، صداع ما بيخلاش من مشاكل خالص البيت. مفيش، ما عرفش اخد لي ساعه حتى راحه. طب اعمل لك لا عارف انام ولا عارف ولا اي حاجه فيه خالص. ايه فيها يا سمير؟ طبعك حامي كده ليه؟ ماشي يا حمزه. زي دي اختي. ما استعملناش اللي يستعملها يا سمير. ولا بتكوي الهدوم ولا بتعمل اكل. انا مش خدامه هي عندنا عشان تكوي وتعمل اكل. وكل ما اخرج يقول عايز اخرج. ما تخرج يا استاذ سمير. وانت مش قادر على حريمك. استاذ السلام عليكم. صور كده يا استاذ حمدان. اتفضل يا عم حمدان. ازيك يا عم؟ اتفضل يا عم شوف. عاملين ايه؟ ايه يا عم صوتكم عالي وصدعتونا، انا زهقت. ايه يا عم؟ الاخ سمير جايفنا هو حريمه، وقلت مش قادر على حريمه وجاي على اخته. مش مستحمل اخته. يا عم حمدان عاوزه تخرج معاه وتسيب العيال لوحدهم. طب ده كلام؟ لا ما يصحش طبعا، الاطفال لوحدهم في الشقه ازاي؟ والاطفال ما يعرفوا عليهم حاجه اصلا، الاطفال قاعدين معايا ما مجننيني. قاعدين معاك انت؟ قاعدين معايا على طول ما يعرفوش لا هو ولا حريم يعرف عليهم حاجه. وبعدين يا استاذ سمير مش هينفع النظام دوت بقى، انت ظبط نفسك كده وحياتك عشان انا اللي بتعب في الاخر، انا اللي بيطلع عين امي، حرام عليك. يا عم حمدان ده حمزه قاعد مع الاطفال ما عرفش يعمل معاهم اي حاجه، مش زيها هي برضه. ما طبعا الراجل مش هيعرف يراعي العيال زي الست. اكيد طبعا. هي ايه المدام لسه مش هنا برضه ولا ايه؟ مش هنا برضه، انا بص انا خلاص انا هطلقها. ايه يا عم فرج؟ ايه يا حاج؟ مختفي كده ومحدش شايفك. والله كنت في البلد ولسه جاي النهارده. في البلد؟ بتعمل ايه في البلد؟ والله مشاريع كده. اقول لك انا قول. بيطمن على بقراته. بقراته؟ ده لازم بقى، ده انت استثماري بقى. راجل كبير استثمار. وعلى كده بتكسب الحكايه دي؟ لا بتخسر. بتخسر؟ طيب هو البقر ده مش بيجيب لبن؟ لا ده بيجيب لبن بودره. امل مهلبيه. مهلبيه وفطار. ده انت قاعد تنغم يا فرج. بس يا اخوان انتوا بتستهزئوا بالراجل ليه يعني؟ ما بقى عشان الصفقه الثانيه دي يجيبها، جاب صفقه كلاب ما بتهوهوش ما بتنونوش. طب ما جبتش ليه صفقه معيز ما بتمامقش؟ ما جبتش بقى. انتوا كده بتتريقوا عليا. لا حاشا لله. انا استاذن بقى. لا يا عم انتوا بتتريقوا عليا. انا صدقني انت جيت. انت بقول لك وانا يعني عشان ما نخسر تتريقوا عليا. لا انت عرفت الجديده؟ ايه؟ في صفقه بقره دخلك فيه. تاني. انا عندي فكره. استنى بقى، استنى، ده نقطه.
انا بقى اللي عندي فكره. بتكسب نار. انا معاك يا عم طالما بتكسب. ايه رايك تشاركني في البني ادمين؟ شاركك ازاي؟ هقول لك ازاي. انا عندي مكتب سفريات. بصفر ناس. بتصفرهم ازاي؟ كده. انتوا بتتريقوا بقى؟ لا. طب بعد اذنك عشان استنى بس. ما تروح فين يا فرج؟ انا اصفر الناس وانت تشاور لهم. اوعى يا فرج. ونبقى شركاء. انا زيك؟ وماله يا عم ومفيش مشكله. خلاص اتفقنا. وماله نبداوا الشغل امتى؟ اوعى تشاركوا يا فرج. ليه يا عم؟ بلاش. ده بيكسب اهو. ده صفر ناس كتير صفرت وما رجعتش. ايوه انا مصفر في ماتش الاهلي ومصفر في ماتش الزمالك ومصفر للواد حمو عشان ينزل ده انا صفرت كتير قوي. انت بتهزر بقى. امال يعني بهرج؟ ايوه بهزر. بلاش يا فرج بلاش. واماكن هو بيخليهم يعدوا البحر وما يتبلوش. ليه بقى؟ ما طايرين. نسيبهم عايمين. لا عايمين قوم يلا انت وهو غلبوا بيكم بعدكم بقيت مصر. ده انتوا جيران اخر جنان. ليه كده بس؟ ينفع كده نطرد من عندك واللي يقول لي بقر واللي يقول لي صفر بس ما تقولش استنى يا استاذ سمير، ما تقولش كلمه صدعت دي اللي هيجيبوا لك ازاله. ده مسخت خالص. وممكن يجيبوا لك ازاله حاجه ساعه. بقول لك يا عم حمدان. قول يا عم حمدين واحد. لا انا عايز امشي. انت اللي عايز تمشي؟ اتفضل. عارف ليه؟ عشان تعبت منكم بصراحه. طب اتفضل قوم لو عايز تمشي اتفضل. عايز تمشي؟ يلا عايز تمشي. يلا يا حبيبي توبه لابوكم. واخوك مش ده ساب اخوه مشي. طب قوم انت محصل. شوف بس بيتي ده. بيتك ايه ده جاي على قرار ايه؟ منظار وخفف. منظار وخفف؟ ده منظار واشاعه. يعني ينفع كده يا استاذ سمير تسيبنا وتمشي؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نبات هنا. والله احلى حاجه ده انا جاي من السفر حتى تعبان. لا مؤاخذه اصل هو اسمه ايه؟ مش عارف. ومين ده؟ نسيت اسم اخوه. اسمه مين ده؟ مش عارف. طب بالسلامه. ان احنا عايز حاجه عشان احنا بس ورانا شغل الصبح وهننام. يا صباح الخير يلي معانا الكروان غنى وصحانا. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا شايف عايز العداد اهو. العداد ماشي. وحضرتك دي شركه سفرات ولا ايه؟ حضرتك شكلك كده عايز تسافر. عرفتك من عينيك. عرفت والله نفسي اسافر. عايز تسافر فين؟ اي حته. بص حضرتك انت حضر الجواز وقرشينات حلوين كده وتيجي خليك تقابل الاستاذ حمدان ويسفرك البلد اللي انت عايزها. ماشي؟ نورتنا وشرفتنا. ماشي يا استاذ. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ ده نفسي كشاف النور. يا عم تعال اكشف على العداد. اكشف عليه انا بس مش بطوله. السلام عليكم. نبكتب سفريات. Che precauzioni? نبكتب سفريات. Ti caprese in verità. يقول يكلمني عربي مش فاهمه. Differenziare se na prenati. يقول يكلمني عربي. شكري بس انا بردي انا بريد. ايه ده انت وقعت مع الراجل ده تعبان. معلش في ايه بس؟ شكري بس انا بشلتي. شو فكره تقرفين انا ولا وانت عايز تسافر فين بقى يا استاذ؟ عايز اسافر فرنسا. واشمعنى فرنسا يعني؟ عشان هناك الشغل بالساعه. الله، ده انت على كده بقى معاك شهاده عاليه. ايوه طبعا. معاك شهاده ايه؟ معايا شهاده الميلاد وشهاده الجيش. شهاده الجيش؟ لا انا اقصد هتسافر ازاي؟ بالطياره. يعني معاك لغات بتعرف تتكلم فرنساوي؟ لا انا بتكلم صعيدي. امال يا ابني هتتعامل مع الناس هناك ازاي؟ كيف يعني؟ يعني هتتكلم معاهم ازاي؟ اتكلم زي الناس. بتتلمس عليا؟ بتلمس عليك؟ لا. طب بقول لك ايه؟ انت معاك باسبور؟ لا. معاك فلوس في البنك؟ لا. امال هتسافر ازاي؟ انا قلت لك بالطياره. طب بص، انت هتجيب لي 50,000 جنيه وانا اشوف لك سفريه في الامارات. انا هديك 5000 جنيه وانت شفت شغلانه. 5000 جنيه؟ بقول لك 50,000 تقول لي 5000 جنيه ما ينفعوش طبعا، انا لازم اخد فلوس على بعضيها هنا قبل ما تسافر. انا هديك 5000 جنيه والبركه فيك. ما ينفعش. لا. انت معكش ال 5000 جنيه يعني؟ لا هم اللي حيلتي. هم اللي حيلتي. طيب خلاص تيجي لي بكره تروح تجهز هدومك وشنطتك وانا هسفرك شرم الشيخ، تمام؟ ودي هيسافروا بالطياره برضه؟ طبعا بالطياره. خلاص ماشي انا موافق.
خلاص زي ما قلت لك جهز شنطتك وتعالى عشان تلحق الطياره بكره. ماشي، انا هجي لك بكره واجيب لك القرشنات. خلاص تمام وانا مستنيك. يلا مع السلامه. مع السلامه. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسف ان انا جيت في وقت كده غير مناسب. هو الاستاذ سمير موجود؟ بابا في الشغل. بابا في الشغل؟ في الشغل في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، بس كنت عايزه في موضوع رفيع كده، معلش بقى اجي لي وقت تاني. خير الموضوع ضروري؟ خير الموضوع ضروري، ممكن اكلمه لك في الموبايل؟ لا خالص، انا بكلمه في التليفون يعني. معلش ازيك يا قمر عامله ايه؟ نعم؟ اتفضل. لا ما ينفعش يا فندم وراجل البيت مش موجود يعني. ايه هو انت غريب؟ لا انا حسين. انا واضح ان انا طيب مع السلامه. الله يسلمك. بقى يا سكر قولي لبابا ان انا جيت، قولي لبابا ايه؟ ان انا جيت. يا بنتي يا صفاء، عملت ايه امبارح؟ قعدت يا اختي اتفرج على المسلسل الهندي وعمال يرد ويرغي وما بفهمش منه حاجه، بس انا بحبه قوي. وانا بحب المسلسلات برضه زي الهندي؟ وانتي عملتي ايه بقى؟ كتينيلة زي كل يوم، عملت العشاء لامي وابويا ودخلت يا اختي اوضتي افكر. بتفكري فيا ليه؟ ها؟ اكون يا اختي بفكر في ايه؟ عايزه اتجوز، عماله احوش في فلوس ومفيش حد كايل على عينيه وعايز يعبرني. بقى الحلاوه دي كلها وتلفت نظرهم يا اختي مش شايفينك؟ شفتي بقى يا حبيبتي؟ كانت منيله. نعمل ايه؟ ما عندهمش نظر. طب انا اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. ايه رايك لو اتجوزتي عن طريق خطبه؟ انا اتجوز عن طريق خطبه؟ امال يا اختي عاجبك قعدتك دي؟ طب خليكي يا بنتي، ده انا عايزه اتجوز واحد كده طول بعرض. يا اختي ايه؟ عايزه تتجوزي رشدي اباظه؟ انا سمعت سيره رشدي اباظه، بس انا اهو رشدي اباظه بس قبل ما يدخل. انت بتوع بتوع مطبخ يا خبر ابيض. استاذ حمدان لو شافكم ايه ده؟ انتوا عاملين ملوخيه وبطاطس وخيار عشان تغديك يا خاله. بجد؟ تعالى اتغدى معانا. عاملين ملوخيه؟ وسلطه كمان وفلفل ما شاء الله. وسبانخ. سبانخ ايه ده السبانخ دي؟ بحبها قوي السبانخ دي. انا عارفه. انت ايه المشكله في ايه؟ انت عملت كلمه عميله باظه. بنتكلم على العرسان. العرسان؟ مالهم العرسان؟ عايزه تتجوزي؟ ايه رايك بقى؟ انا عندي واد وزوز كده، واد في الجامعه. ان شاء الله باذن الله كده، بس هحضر سلك في ودنه عشان يقعد يبص كده عليك. عندي 5 سنة. ايه هو الواد في الجامعه الوقت اهو. طب هي جت من عمرك. ايه ده؟ خدي ربيع على ايدك. سبرتي ونولتي. طب ايه رايك؟ يبقى طويل زي ابوه. ايه رايك؟ ده الواد ده طلع زي امه، الواد طلع كبير ما شاء الله عليه. طب ايه رايك؟ بكلمه كده موافقه طبعا. يا الله ده الواد ما شاء الله هياخد حاجه حلوه. يخرب بيتك. اعمل لنا 2 شاي يا بيه. انا يا حمد بقول لك افتح الدحر ابوه، الواد طالع لابوه. صح. الواد هيطلع يلا يتجوز ولا حاجه. ماشي اجيب لكم شاي. مش بقول لك الراجل ده مشكله. ده مشكله خالص يا اختي. ازيك يا حاج علي؟ الله يكرمك يا حاج جميل. في ايه بس؟ في ايه؟ عنده زعيق وخناق وزعيق في ايه يا حاج علي؟ بصراحة يا حاج جميل أنا زهقت وعايز أمشي. لا يا جدو خليك معانا شوية. حبيب جدو بصراحة أنا دماغي صدعت من زعيق أمك وأبوك كل شوية. لا يا جدو أنت بتتعود على كده يا جدو. حبيبتي من الأول حبيبة الجميلة، عارفاك يا جدو. وعاوزاك أتعود على كده، أتعود على كده. أتعود على كده بقى. والله انت عارفه يا حاج علي. نعم. مش انتوا بس كده، العماره كلها كده زعيق وتنطيط وزعيق وصريخ، عماره وجيران اخر جنان. اخر جنان؟ هو انا ناقص جنان؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام زي الفل. اهلا بيك. ان شاء الله. باهي جو 100 جو والنبي انت حسن والنبي انت فل. ما شاء الله عليك والله. ايش امورنا؟ امورنا؟
الله يخليك يعني ترانسليت انتوا يعني ترجمي كده اي حاجه كده عشان يا الافطر والحكي يا افطر. والله انا بعمل من الصبح كده ما بقاش عايز افطر والله. يا خلاص حتى الفطور نفطر مع بعض يا بالمصري يا ركز معايا. ركز. ايوه انا مركز مع حضرتك. معاك الاستاذ فالح افهم فالح في كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله دي مفاتح دي مفاتح ان شاء الله. ربنا يخليك. انا نبي المكتب نبي يعني نبي يا راجل نبي لا انت تبي كتالوج للمصريين وكتالوج للليبيين عشان احكي لك يا راجل. انت من ليبيا يا عرفتك لبسك ما شاء الله ليبي انا بحب ليبيا وشعب ليبيا والله ليبيا طيب على راسنا والله احنا على راسنا الله يخليك. استاذ المكتب مين؟ استاذ المكتب اسمع استاذ حمدان ده راجل 100 لابس نضاره كده بس ايه حميده يعني حمدان عنده حميده ماشي استاذ حميده. الراجل ده سكته بقى انا اقول لك سكته ده الفلوسات اهم حاجه قروش يعني قروش ايه؟ قروشات احنا بنبعها قروش ايه بس احنا بدأنا دلوقتي في الجنيهات في الدولارات انما قروش احنا لسه هنرجع تاني للقروش. رد بالك يا راجل قروش يعني فلوس. يبقى خش معايا في الترجمه على طول. ينزل لي بالترجمه القروش فلوس. هو سكته بقى الفلوس. انت ما تخش عليه بالفلوس عمرته كده خش عمرتك تاخد السكن بتاعك خش على نبقى نديلك عمرتك كده خش على نفي تيجي بقى بقول زيك انا ليبي ما شاء الله لا اصلي منور يا شيخ. انا فاهم شيء منور يا شيخ انا اصلي 100 والله العظيم انت اللي 100 انت تخش على استاذ حمدان دلوقتي لا كانك ما عرفتنيش بس اهم حاجه خش عليه بالعمور نجيب الفلوس. الفلوس اهم حاجه خلاص نعرف نجيب الناس ويجيب لك اي حاجه هو جاي في اي حاجه ما شاء الله عليه في الشغل كده. لا شغل في البرامج ينسى شويه بس هيفتكر. ده احنا قلنا بقى مين لا انت بس خش عليه دلوقتي ما يهمكش واي حاجه تعالى لي ما تقلقش. اتفضل خش عليه دلوقتي عشان ما عارف حلو ليبيا كده عندنا يلا عمال الصعصيه يا رب. يا مرحبتين. ايش اخبارك يا حمدان؟ الحمد لله. يومك سمع ان شاء الله سنة بخير. نعم. باهي مش فاهم. يا 100 الحمد لله. تمام الحمد لله نحمد الله. قلت لك يا شباب نبي منا 50 فرد مصري مقلط. مقلط يا راجل. انت عايز 50 فرد. 50 فرد تمام. عندي موجود. سمع نريد ندي مزرعة زيتون ونخار سمع. منديل؟ يا زاوية شو منديل يا راجل نقول لك زيتون. انت عندك ارض بتزرع زيتون؟ نزرع ونحسد. وتحسد يعني اللي بتزرعه وتحسده؟ ترى قسما بالله اللي يحسد راح تقش اللي ما تقش. يعني انت مش بتحسد حقك يعني؟ لا انا بكون بحسد الاصحاب. لا مش عندنا لا. طيب تمام. يبقى يا شباب مقلطين يا رحمة الله يهديك. كل فرد تجيب الجواز بتاعه مع 10,000 جنيه. انت هتدفع عمولة على الفرد 10,000. لا لي انا مش لك انت. انت اللي عايز 10,000؟ ليه وانا هجيب لك مليون جنيه؟ لا يا شاب سامعني رد بالك. تعطيني الباسبور وتعطيني 10,000 جنيه وانت خد من المصري 20 30 براحتك. مصلحة في المصري مصلحة هات وخد تعطيني 10 وانت مع نفسك تعيش حياتك. خلاص فهمت. يبقى وصلت يا شاب؟ تمام. اقل منه. شوف انت عايز 50 فرد. 50 تبقى نظيم. ما انا مش فاهم بالنظيم يعني عندهم جلطه يعني. مقلطين يا راجل اسمع. كبار يستحملوا عندهم قوه تحمل. لانهم مقلطين دول. لا عندنا مقلطين مش مجنطين. تبقى الصح 50 مجنطين. يا عمي مجنطين. كبار يعني. كبار. ليكوا حضرتك. انت منين؟ انا من برقه. برقه؟ لا ما تعرفش انت هذا الوطن مسمح بالكل. يبقى عندي عليه غالي لما نعطيك فيها مش هتسمح. يعني ال 50 فرد دول هيسافروا فين؟ 50 في 10. ما خلاص عليهم على 10 هيسافروا فين؟ ليبيا. ليبيا ايوه كده فاهمني. في ليبيا في ولايه برقه لكن يزرع ويحسد. تمام.
وال50 موجودين. لا يا شيخ. وال50 مصبور وال50 50 في 10,000. لا تمام؟ تيجي تستلمهم بعد 10 ايام. هتخش بس عند الاستاذه تظبط معاك العموله مالكش تسوي يا رب وكيف مالكش تسوي. كل وقت يجهز ال50 يولد الازرق فوق منهم الباسبورات فوق منهم التوابير وهو يسمع تولى ديمقراطي. ماشي. فاهم ولا لا فاهم والله. فاهم كل حاجه ما شاء الله. تيجي ايش اسمك انت؟ حمدان. حميده يعني. حميده. ما شاء الله انا شفتك سمحه ما شاء الله. الله يسلمك. خلاص ان شاء الله بعد 10 دقايق هخش بس عند الاستاذه الاستاذه صفاء. اي واحد فيهم نخلص معاهم ما تعطيني انت الاستاذه صفاء كل مره الباقي يبقوا 51. اعطيك ايه؟ لا يا رب شنو فيك يا رب؟ اعطيك ايه؟ باذن الله يا رب. على سنه الله ماشي. مطلوبه من ابوها بقى مش مننا. ده هنا عدد موظفين وعمال. لا يا شيخ وكيف؟ يلا مع السلامه. 10 ايام تحضر من جديد. خلاص السلام عليكم. مع السلامه. اللي عايز وانا بفتح مكتب جواز. ايه في ايه؟ ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده كل يوم؟ لو عيش غيركم انا انت ما تعرفش هي عملت ايه؟ هتكون عملت ايه يعني؟ هقول لك يا حبيبي عملت ايه؟ قولي. كل ما نشر الغسيل الاقيها طلعت غسيل، كل ما نشر حاجه الاقيها طلعت السجاد. هو في ايه؟ هو ما فيش غير هنا اللي في العماره؟ هنا اللي في العماره اللي فرسهم قوي؟ فين هنا اللي في العماره؟ فين هنا اللي في العماره؟ انا اغسل وقتي ما اغسل وانشر وقتي ما انشر وانفض وقتي ما انفض، وكل ما تنشري حاجه هنقط عليكي وهخليكي كده. انا مش فاكره نفسك ايه؟ فاكره نفسك ايه؟ فرسانه في ايه؟ انتوا فرسانه رب يا ساتر. رب يا ساتر. رب يا ساتر. اصل جامد قوي. دي رقاصه. هقعد اغسل. يعمل في ايه؟ وحدوا الله. وحدوا الله. صلوا على النبي. يا ناس. يا عم الحاج يا عم الحاج يا عالم. جدا تشجعت العماره. ايه ده؟ انا ما اعرفش صراحه جت العماره ازاي؟ جت العماره دي ازاي؟ العماره كلها محترمه وناس كويسه ما فيهاش شناديق. ايه ده؟ خلاص يا جماعه. خلاص ايه؟ في واحده محترمه تخش عند راجل تكلمه يا ستي وهي لابسه الرب بتاع الحمار. هلبس له الترنج. ما يمشي مش عليه مش رقاصه. يا ناس. صلي على جوازي. مش لابسه ترنج محزن. وبعدين بقى. وبعدين يا عم الحاج يا عم حمدان في ايه؟ عماله تتكلم. خلاص جننتوني. جبتوا لنا الكلام يا ست ابن عريق. جت العماره دي ازاي؟ انا مش فاهم. انا كتير عايزه في العماره كلها ناس محترمه وناس كويسه. جبت لنا الكلام هجيب العماره كلها. شوف انت كنت في ايه؟ ايه ده؟ ممكن اعرف في ايه وبالراحه. انا بنشر غسيل. حلو. انا بحب اغسل كل يوم وبنشر غسيل وبنشر غسيل ابني وبغسل هدومي. فيها حاجه؟ هي بقى ان شاء الله عماله تقول لي بقى غسيل ومش غسيل وعماله تنقطع عليا. يعني انا كنت اقصد هي بقى عماله ترغي وتتكلم ليه؟ ولا هي عايزه بصراحه تخرج في العماره وتخش عند جبكار بالروب وتعرف الناس انها ايه يا ماما؟ على انا لابسه ترنج محترمه وكويسه وقاعده مؤدبه. حاجه ثانيه مش قاعده ايه انا ماما قاعده تشرب الشاي معايا وتمشي. خلاص يا حاجه. خلاص يا ست. انا ما بحبش كده. مش هتمشي معاك؟ طب نمشي معاك بقى ما بنعملش حاجه بقى غسيل وبننشر وبننيم. كنت جايبه بتشرب اليانسون. لا يا حبيبي انا بشرب اليانسون بس ببقى لابسه هدومي كده لابسه ترنج كده. طب انا استاذن. لا ما تسيبنيش يا عم حمدان. ما تسيبني في الجنان. انا عم اعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ايه يا عم حمدان؟ اتكلمي يمديك كده يا عم حمدان. اقعد يا عم حمدان. لو تعرفي تعملي زي
انا مش هعرف. ربنا يقدرني عمري ما اعمل زيك ابدا. ربنا يقدرني وافرسكم كمان وكمان. والله يا عم حمدان. يا كيدهم يا انا. خلصتوا؟ يا فرسهم يا انا. خلصتوا؟ بس نفوخ ورد، حرام عليكم، انتوا ايه؟ ما انا اللي عايش معاهم ايه يا عم حمدان؟ انا اللي عايش، انا اعمل ايه؟ دول مطلعين عيني. انا عايز افهم دلوقتي ايه اللي حصل يا استاذه هنا؟ ايوه ايه اللي حصل يا استاذه هنا؟ ممكن تحكي بالراحه؟ احكي لك بس هي ما تتكلمش. بعد اذنك ما تتكلميش يا استاذ. ممكن تسمعي الكلام؟ حاضر، انا احترم الرجاله اللي هي قاعده بس. طيب احكي يا استاذه. بص خلاص. ايوه. انا كل ما نشرب غسيل الاقيها هي طلعت غسيل، يا اما طلعت سجاد تنضفه. هو في ايه؟ هي مستقصده غسيلي وتنظيفي وحاجتي، مش مخليني اعرف انشر اي حاجه في البلكونه. كل ما نشرب حاجه الاقيها هي طلعت حاجه. هو في ايه؟ مفروسين مني ليه؟ متغاظين من هنا ليه؟ ما حدش طايق هنا في العماره ليه؟ فهمني ليهم حق. ليه؟ ليهم حق يتفرسوا وعربية تفرمهم كمان. ليه؟ في حد يفرس القمر ده؟ عوينات. حد يفرس الجمال ده؟ قلبي. اما القمر ده يتفرس، الخلقة السوداء دي تروح فين؟ ليه ده انت زي العسل. بجد والله؟ حمدان. ايوه. ايه ده؟ ايوه يا استاذ. احنا بنحل مشكلة. ايوه احنا هنحل اهو، احنا بنحل. طب بقول لك ايه؟ استاذ حمزة، انت هدي الاستاذة وانا احاول اقنعها ان المشكله تتحل. بص يا ستي، ليك للسما والله يا عم محمد. الله يخليك. شفت انا عايز ارتاح، انا زهقت. انا مش عايزاها تتحل. مين اللي قالك بقى ان انا عايزاها تتحل؟ امال عايزه ايه يا ستي؟ انا مش عايزاها تتحل، ولا هي عشان قالت لك ايه ومش عارفه ايه وشويه اللي هي تعملهم مع الرجاله بتاعت العماره دي كلها، وانت عمال خلاص مشيت معاها. بقول لك ايه، هقول لك انا كلمتين عشان نقصر الدور. طيب. انا بنشر الغسيل فوق، انا ما اقصدش، انا ولا دعوه بيها ولا دعوه بحد في العماره. تمام. انا بنشر كل يوم واغسل كل يوم، انا ما ذنبيش حاجه، ولا ليا دعوه بيها ولا ليا دعوه بغيرها. هي بقى جايه عماله بقى تزعق وتردح وتشخط وتقول الكلمتين بتوعها، حتى نازله لي بمنظر كده فظيع عشان مثلا ما تصدق تخش عند الراجل. انا مالي بالكلام ده. طب خلصتي؟ انا انشر وقت ما انشر واغسل وقت ما اغسل، ماليش دعوه بحد. بس خلاص قلت اللي عندك كله. انت خلاص. قلت اللي انا عندي كله. بس نسمع بقى الحكايه، ايه اللي حصل يا ستي؟ تاني قولي تاني. انت ما بتهديش خالص. اهدي بقى عشان احل المشكله واروح اشوف حالي انا كمان. ليه لوك 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 يا ناس. مش شايفها يعني؟ يا ناس. يا ناس حرام عليكم. يا ولادي يا ناس ارحموني. ده ما اعتذرتش. يا ست حرام ولا اسمعيني بس اسمعيني. خليني اسمع هي ايه المشكله عشان اقوم. ما هي قالت لك ايه المشكله؟ انت اللي بتحب تعيد وتزيد ولا ايه؟ هي قالت المشكله. ملوخية على برفان، جيران آخر جيران، ملوخية على برفان، خلوها خلي خالص، توهان على توهان، كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان، ده كل يوم خناقة صوتهم زي الشكمان، وسمير وسمير حوارات كتير، وكل يوم حكايات جديد، ومراته في العباسية بتقول له أنا مستنية، فتحت له جناح سمته ملوخية، وزعلوا في البلالة ساعة وساعة لا، حبيب وحبيب محتاروا مين فيهم يختاروا، حمدان والجيران عصافير وعقلهم طاروا، الجيران بتقول حرام عليك والله يهديكوا، كل العمارة بتدعي عليكوا، اهدوا بقى وهدوها شوية، روقوا بقى وخلوها عليا، ده ساعة رضا العمر هدية، كان آخر جنان ملوخية على برفان.